التحرش الجنسي. التعريف بتاع التحرش الجنسي إنه أي فعل جنسي بيحصل من شخص كبير لشخص صغير أو ما بين اتنين صغيرين لما حد فيهم بيمارس القوة على التاني. الفعل الجنسي ممكن يكون أشكاله وأنواعه مختلفة. ممكن يكون كلام مريح في شكله من بره، لكن ممكن مضمونه ما يكونش مريح. عايزة أعدي معاكي النهاردة وإحنا بنتكلم في الكلمات اللي ممكن يبان من بره شكلها جميل، ولكن بتسيب جواكي إحساس بعدم الراحة. ممكن نقول إنه في تحرش جنسي عن طريق الكلام، صح؟ وفي حاجات بتبقى واضحة وصريحة قوي، طبعا. يعني في بعض الكلمات وبعض الألفاظ ما نقدرش نختلف عليها إنها اعتداء أو تحرش أو كسر للحدود، صورة من صور كسر الحدود. عايزة أكد عليكي إنه التحرش الجنسي هو كسر للحدود، كسر المسافة الشخصية، وممكن ده يحصل عن طريق الكلام. فممكن حد في الشارع، ممكن حد في البيت، ممكن حد في الجامعة، ممكن حد في الشغل، ممكن يحصل في أي مكان، يقول كلمات وما تبانش قوي إنها مش مريحة. ممكن يقول كلمات تحسي من خلالها إنه الكلام ده فيه كسر لحدودك، بيكسر بيها المساحة الشخصية بتاعتك. كلمات واضحة وصريحة جنسية ممكن تتسمع في أي مكان، وكلمات فيها إيحاءات، كلمات فيها وصف ليكي بشكل غير لائق أو تعدي بيها على حدودك الشخصية. وممكن الناس تبقى بتعمل كده وهي مش قصدها، بس ممكن كمان تعمل كده وهي قصدها. نفسي اتفق معاكي اتفاق، في ناس وحشة بتعمل سلوكيات وحشة، وفي ناس كويسة بتعمل سلوكيات وحشة. أنا متهيأليش اللي هيفرق قوي إنه الشخص يبقى كويس أو وحش، أنا متهيألي اللي هيفرق الفعل نفسه، وده اللي انت هتقفي قدامه وهتعبري عن إنه مضايقك. عايزة أشجعك قوي إن ليكي الحق تتكلمي، ليكي الحق إنك تقولي إنه الكلام ده بيضايقك أو الكلمات دي مش مريحاكي. في الغالب ما تعلمناش إن احنا نعبر ونقول اللي مش مريحنا، وغالبا اتعودنا طول حياتنا نسكت عشان ما ينفعش نتكلم.